السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امل حامد. هعمل معاكم النهارده بقسماط الافران. طعمها يجنن وريحتها في منتهى الجمال، هشه خفيفه ومقرمشه ودايبه في نفس الوقت، بمقادير اقتصاديه مظبوطه 100%، احلى واجمل من بتاعه الافران. وفي فيديو النهارده هنعرف ادق تفاصيل العجينه وكمان تفاصيل التسويه المظبوطه. وزي ما عودتكم المقادير بتكون بالجرام وبالكوبايه. يا ريت قبل ما ابدا تعملوا لايك للفيديو، ويشرفني اكيد اشتراكك في القناه. يلا بينا نسمي الله ونبدا على طول. هحتاج كوب من الميه الدافيه ما يعادل 250 ملي. هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر ما يعادل 70 جرام. وهضيف كمان معلقة كبيرة خميرة فورية ما يعادل 12 جرام. وهقلبهم كده لحد ما ندوب السكر مع الخميرة. وبعد ما السكر داب مع الخميرة بالشكل ده، هضيف كوب من الزيت على سمنة أو الزيت على زبدة ما يعادل 200 ملي. طبعا الزيت بيخلي البقسماط خفيفة ومقرمشة، والسمنة بيخليها كمان دايبة وناعمة ومش معضمة. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هحتاج نص كيلو من الدقيق، دقيق لجميع الاستخدامات ما يعادل 4 كوب. سعة الكوب بتكون 125 جرام. طبعا احنا نخلين الدقيق في الاول كويس جدا. وبعد كده هحتاج ربع معلقة صغيرة من الملح ما يعادل 2 جرام. هضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الحليب البودر ما يعادل 30 جرام. وده بيكون اختياري، يعني مش اساسي في الوصفة، ممكن تستغنى عنه لو مش متوفر عندك، بس انا بصراحة بحب اضيفه، بيدي للبقسماط طعم حلو جدا. وبعد كده هقلب المكونات الجافة بالشكل ده، وهبدأ اقلب في العجينة بالمعلقة او الاسباتولا بالشكل ده في الاول. عايزة اقولك ان احنا بنستخدم مية دافية للعجن، خصوصا في الشتاء، علشان بتنشط الخميرة في العجينة بسرعة. ولو احنا في فصل الصيف فبنستخدم مية عادية من الحنفية. وبعد ما قلبت العجينة كويس جدا، هبدأ كده استخدم ايديا علشان احس بملمس العجينة بالشكل ده. وطبعا لو احنا مستخدمين الميزان فبنضيف الدقيق كل مرة واحدة، علشان بتكون المقادير مظبوطة جدا. ولو مش بتستخدمي الميزان وبتستخدمي الكوباية في المقادير، فبتضيفي الدقيق بالتدريج، يعني بتضيفي 3 كوب في الأول، وبعد كده الكوب الرابع بتنزليه بالتدريج لحد ما توصلي لعجينة ناعمة وطرية في نفس الوقت. وطبعا لازم يتعجن كويس جدا مدة ما تقلش عن 10 دقايق. ودي بتكون خطوة مهمة جدا، لانك لو معجنتهوش كويس هيفرش منك في الصاج بعد التخمير او اثناء التسوية. ولو بتستخدمي العجان بتضيفي المكونات كلها مرة واحدة، وبتنزلي بالمية بالتدريج لحد ما توصلي لعجينة ناعمة وطرية في نفس الوقت. وده بيكون قوام العجينة المظبوط، طرية ملمسها ناعم بالشكل ده. وبعد ما خلصت العجينة باخدها قدامي كده على الكاونتر او الرخامة وافردها كويس جدا. تمام، يدوب بس بنسيبها ترتاح مدة 10 دقايق، يعني مش عايزين نخمرها، احنا هنسيبها تختمر في الاخر. تمام، هغطيها ببلاستيك راب علشان ما تكونش قشرة وكمان ما تنشفش معايا. هحتاج نص كوب من السمسم الابيض ما يعادل 125 جرام. هضيف عليه معلقة كبيرة من السكر، وهضيف كمان 3 معالق كبار من المية. هتقوليلي ليه بنضيف مية على السمسم؟ هقولك عشان سببين. اول حاجة علشان السمسم ما يتحرقش مني وهو في الفرن. تاني حاجة انه بيثبت السمسم على البقسماط كويس جدا. تمام، بعد ما قلبته كويس جدا بالسكر والمية هسيبه على جنب، ويلا بينا نشكل العجينة. بعد ما عجينتنا ارتاحت حوالي 10 دقايق هنبدأ بقى نشكلها بأي قطاعة أو سكينة موجودة عندي، وهبدأ أقطع جزء منها بالشكل ده، وهبدأ كده أبرمها أو أشكلها على شكل رول بالشكل ده. وطبعا بتاخدي الطول اللي تحبيه أو السمك اللي انت عايزاه. وبعد ما شكلته بشكل متساوي بغمسه كده في السمسم وبرصه في الصاج أو الصينية بتاعتي. وطبعا احنا مش بندهن الصينية أو الصاج
اي مادة دهنية ولا اي حاجة. ما تقلقيش، مش بيلزق فيها ولا حاجة، بالعكس بيكون مظبوط جدا. عايزة اقولك كمان ان لازم يكون فتيل البقسماط يعني بسمك واحد، مفيهوش جنب كده رفيع وجنب تخين، علشان تكون التسوية مظبوطة وما تحرقش مني اثناء التسوية. وبعد ما بشكله رول بالشكل ده وبغمسه في السمسم، بحطه كده في الصاج على الجنب اللي مفيهوش سمسم. وطبعا بحبه كمان يكون طوله كمان متناسق وطوله قد بعضه، يعني مش بقسماطة طويلة وبقسماطة قصيرة. يفضل كمان ان يكون سمكه رفيع علشان حجمه بيزيد وبيتضاعف اثناء التخمير وكمان وهو في الفرن. وطبعا بسيب مسافة متساوية بين كل بقسماطة والتانية علشان تكون التسوية مظبوطة واللون كمان كله موحد. هقولك كمان ان لازم ترصيه بشكل مظبوط علشان بياخد نفس الشكل اللي انت حطيتيه عليه اثناء التشكيل. حابة اجاوب على سؤال سألتهولي امرايا من متابعيني، بتقولي ان البقسماط بيفرش معاها بعد التخمير او اثناء التسوية. طبعا ده بيرجع لسببين هقولك عليهم. اول حاجة انك مش بتعجنيه كويس جدا، طبعا لازم يتعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. تاني حاجة انك بتسيبيه يختمر مدة زيادة عن اللزوم، وده طبعا بيخليه يفرش معاكي. وفي أمراية كمان بتقولي إن البقسماط بيطلع محجر معاها ومعضم جدا لأنها بتستخدم زيت بس. طبعا المقدار ده مش مظبوط، لازم تستخدمي لنص كيلو كوب من الزيت على سمنة، أو الزيت على زبدة، لأن الزيت بيخليها خفيفة ومقرمشة، والسمنة بتخليها دايبة وناعمة في نفس الوقت. تمام. بعد ما خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة دي، عملوا معايا كمية حلوة جدا، عملوا معايا صاجين كبار بالشكل ده. شايفين كمان في تناسق كده في السمك والطول وكمان المسافة بين كل بقسماطة والتانية. هنسيبها كده تختمر لمدة ساعة أو على حسب تدفئة المكان، وبعد كده نعرف مع بعض تفاصيل التسوية المظبوطة. لو بتسويه في فرن البوتاجاز بسخنه قبلها ب10 دقايق، وبدخله على تاني رف من تحت على درجة حرارة 180. ما ينفعش ازود عن كده علشان ما ياخدش لون بسرعة من بره ويكون مش مستوي من جوه. وبولع من تحت بس، مش بنولع الشواية لحد ما بياخد لون دهبي من تحت. بعد كده بولع الشواية على الهادي لحد ما بياخد لون دهبي من فوق. مدة تسوية من 30 ل 35 دقيقة. ولو بتسويه في الفرن الغاز بولعه يسخن قبلها ب10 دقايق، وبدخله وبولع من فوق ومن تحت، بس النار بتكون هادية جدا. وبلف الصاج كل 5 دقايق على كل الاتجاهات علشان يطلع بالشكل الموحد اللي حضراتكم شايفينه ده. بياخد تسوية من 30 ل 35 دقيقة. شايفين ما شاء الله مفرغة وخفيفة وهشة جدا. سامعين قرمشة خطيرة جدا، أحلى مليون مرة من بتاع المخابز. وبكده نكون عملنا أحلى بقسماط خفيف وهش ومقرمش وناعم في نفس الوقت. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ياريت تعملوا لايك وتشرفوني باشتراككم في القناة. أشوفكم على خير، شكرا لكم والسلام عليكم.